صباح الخير متابعيني الاعزاء، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وكل سنه وانتم طيبين وكل الامه الاسلاميه كلها بخير يا رب. ربنا يعود علينا الايام بخير. انا زي ما اتفقت معاكم هنعمل فيديوهات نجهز حاجه رمضان فيها. وزي ما انتم عارفين وقلت لكم قبل كده ان انا بعمل مائده في رمضان، فبجهز حاجه المائده من دلوقتي. بصوا حبايب قلبي، النهارده هنعمل كفته رز، بس هنعملها بطريقه جديده بمكونات جديده واضافات جديده. هتودي الطعم بتاعها في حته تانية وهتطلع معانا مظبوطه 100%. اول حاجه عشان مش هطول عليكم الفيديو هقول بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام. انا معايا هنا 2 كيلو رز، غسلاهم منقياهم وغسلاهم كويس جدا ومصفياهم من الميه بتاعتهم. خلاص. وعندي هنا الخضره بتاعتي عباره عن حزمه من الشبت وحزمه كزبره وحزمه بقدونس. خلاص. ومعايا كمان اول حاجه هضيفها عندي هنا نعناع، حزمه من النعناع الاخضر الفريش. خلاص. هركن كده كل مكوناتي على جنب اهو، وهقول لكم تاني كمان معايا ايه. معايا 3 بصلات متوسطين، معايا قرنين فلفل رومي، معايا راس توم، معايا قرن فلفل حامي، ومعايا قرنين فلفل اللي هو الشطه الاحمر ده. اللي مش عايز يعمل الحراق يكتفي بالفلفل الرومي، بس الفلفل بيديها طعم حلو جدا. خلاص. معايا بقى البهارات بتاعتي عبارة عن ايه. البهارات بتاعتي عبارة عن ملح، فلفل اسود، كمون، كزبرة، بابريكا، بهارات مشكلة. خلاص. الاضافات بقى اللي انا هضيفها وهتودي الكفتة بتاعتي هتخليها طعمها غير كفتة الرز العادية اللي احنا بنعملها. بصوا يا حبايب قلبي، اول حاجة معايا هنا مكرونة. نص كيلو من المكرونه، ده مش نص كيلو، ده 400 جرام. انا هضيفه على الاتنين كيلو رز، هيخلي الكفته بتاعتي ناشفه، ولو قعدت اسبوع في الصلصه ولا هتفك ولا هتنعم ولا هيجرى لها اي حاجه. اول حاجه طبعا المكرونه، اي نوع مكرونه نقدر نحطه. ممكن نحط شعريه، ممكن نحط اسباجيتا، ممكن نحط مقصوصه، قلم، اي نوع مكرونه. خلاص. انا هضيف كده الكيس المكرونه بتاعي دوت اهو. خلاص. يبقى كده المكرونه ده تاني اضافه هنضيفها على كفته الرز. تالت اضافه بقى اللي هي كيس خلطه الكفته المشويه. الكيس دوت هيخلي طعمها تحفه، صدقوني جربوه مش هتندموا. خلاص. هضيف كده الكيس كله اهو عليها. ده طبعا بيبقى فيه بهارات وفيه حاجات حلوه. خلاص. وعندي البهارات الجاهزه دي هضيف منها كيسين برضو. ده كله بيعزز لي طعم كفته الرز عندي. خلاص. بيخلي طعمها حلو جدا وبيخليها متماسكه جدا وما تفكش مني ولا تكش ولا يجرى لها اي حاجه. خلاص. انا ضفت كيسين الخلطه دولت اهمت. خلاص. وكيس اللي هو مرقه كنور بتاع الخضروات، مرقه دجاج يعني. اللي عايز يستغنى عن اي حاجه من الحاجات دي يستغنى، مفيش مشكله. كده احنا حطينا كام اضافه جديده؟ حطينا 3 اضافات. رابع اضافه بقى البيكنج باودر. البيكنج باودر هيخلي الكفته بتاعتي هشه ومنفوخه كده وحلوه. خلاص اهو، ما نقلقش خالص من اي حاجه. كل الاضافات دي مش هتأثر عليها، بالعكس دي هتفيدنا وهتخلي طعمها حلو جدا وهتدينا نتيجة حلوة جدا جدا جدا. هضيف بقى البهارات بتاعتي اللي انا قلتها، هقولها تاني: ملح، فلفل اسود، كمون، كزبرة، بابريكا، بهارات مشكلة. خلاص. بعد كده هجيب بقى النعناع بتاعي. مش هاخد العرق بتاعه، انا هاخد بس الورق بتاعه كده اهو. هاخد بس الورق، هقرطفهم كده زي الملوخيه. اخد الورق لان العرق بيبقى ناشف غير العرق بتاع الخضره. هجيب بقى كده قرطفت النعناع بتاعي اهو. هجيب بقى طبق كبير كده اقلبه فيها بسم الله، عشان اقلب البهارات بتاعتي مع الرز يختلط كويس اهو. قبل ما احط الخضره والبصل اقلبهم كويس جدا.
جربوا يا حبايب قلبي الكفته بالطريقه دي، حتى لو هتجربوا في ربع كيلو لحمه بلاش كميه كبيره، وحطوا عليها 3-4 معالق مكرونه وعودين نعناع. جربوا الاضافات دي وادعوا لي بقى، قولوا لي ايه رايكم في الكومنتات. اللي يجربها بطريقتي دي يقول لي ايه رايه ويديني بقى دعوه حلوه من دعواتكم. خلاص قلبتها كويس اهو. هبدا بقى عندي انزل بالثوم بتاعي اهو، كده كده هتتفرم مع اللحمه. بس هنزل هقطعها، هقطع البصل بتاعي كده 4/4، مش هقطعه صغير ولا حاجه. عايزه اقول لكم بقى على الحاجات من اسباب فشل الكفته معانا او ان هي تفك، ان بيبقى البصل بتاعها كتير او الخضره كتيره، وسبب ان هي بيبقى لونها غامق حتى بعد ما بنحطها في الصلصه ان احنا بنكتر الخضره بتاعتها. لا، احنا كل كيلو من اللحمه عليه بصلايه متوسطه وعليه نص حزمه خضره من كل نوع، يعني نص شبت ونص كزبره ونص بقدونس، ما نكترش الخضره خلاص، لان الخضره بتخليه لونها يغمق معانا، والبصل الكتير بتخليها تنعم وتفك وما بيبقاش ليها طعم. انما لما بنحط المقادير بالمعيار المظبوط بتطلع مظبوطه على الشعره. خلاص اهو هقطع الفلفل اللي معايا ده كده كله. هقطع بقى برضو الخضره بتاعتي كده كمان عليها كده تقطيع كده اي حاجه يعني عشوائي كده كده زي ما قلت لكم. انا هاخدها وانزل عند الجزار افرمها. انا بعملها كفته لحمه جملي مش كندوز، لحمه جمل في الكفته بتبقى طعمها تحفه. خلاص هقطع الخضره بتاعتي كده كلها اهو وهقلبها كويس كده يا حبايب قلبي. تكون الكفته بتاعتي عندي جاهزه. هاخد بقى الكميه دي، انا قلت هحط عليها قد ايه لحمه. دول عندي 2 كيلو من الرز وعليهم كيس مكرونه 400 جرام. هحط عليهم 2 كيلو ونص من اللحمه الجملي المفرومه. انا طبعا هنزل اقطع قطعه اللحمه اللي انا عايزاها وهخلي الراجل يفرمها لي ويفرم لي معاها المكونات بتاعتي دي، وبعد ما ارجع هوريكم شكلها بعد ما اتفرمت وهنشوف هنعمل فيها ايه عشان نجهزها لرمضان ان شاء الله باذن الله من غير مقاطعه. بص يا حبايب قلبي، دي الكفته بتاعتي اهي بعد ما فرمتها عند الراجل اهي وجبتها حطيتها في التلاجة. لازم قبل ما اصبحها احطها في التلاجة تمسك في بعض شويه لانها بتبقى سخنه من المكنه، فلو صبعتها وعملتها كده هتفك مني. انما انا بسيبها خالص لحد ما تسقع معايا وتجمد، وممكن ابيتها على رف التلاجة زي ما انا عملت كده اهو. بيتها على الرف وجيت تاني يوم هصبحها. بصوا بقى انا هصبحها معاكم دلوقتي اهو. طبعا مش دي الكميه كلها، بس انا حبيت بس اوريها لكم. هصبع معاكم صباعين اهو كده. اجيب بالاول شويه زيت ادهن ايديا بيهم كده شويه زيت، واخد بقى طبعا حسب التصبيع دوت حسب ما احنا كل حد بيحب. مثلا في بيحبها رفيعه، في بيحبها تخينه، في بيحب يكبرها. خلاص انا عن نفسي بحب، لان دي لحمه جملي والرز بينفش فيها، فبحب اخليها رفيعه. وهي كده كده لما بتتحمر وتشرب من الصوص بتاعها الطماطم بتنفش شويه، فانا بحب اعملها رفيعه وطويله كده. خلاص اهو هصبع معاكم كده كمان كام صباع اهو. هعمل طبعا نص الكميه هعملها صوابع كده، ونص الكميه هعملها كور، عشان هنعمل دي بطريقه ودي بطريقه ان شاء الله. خلاص اهو كده اهي. دي طريقه الصوابع اهي. باخد حته كده على ايدي وببرمها كده بتطلع معايا بالشكل دوت. خلاص هخلص نفس الكميه. الكور بقى باخد برضو حته صغيره كده خلاص، وكل ايدي ما تنشف ابلها زيت اهو، والف كده كوره كده اهو تطلع معايا كور بالشكل ده. برضو بصغرها عشان خاطر هي لما بتتحط لما بتستوي بتنفش، عشان ده رز. خلاص اهو هخلص بقى بقيه الكميه وهرجع اقول لكم هعمل فيها ايه. بصوا حبايب قلبي، هنا بقى بعد ما صبعت الكميه بتاعتي انا عملت دي اهي الصوابع، وديت اللي هي الكور اهي. خلاص وبحطها كده بعملها بصبع، وبحط بين كل طبقه او طبقه مشمع واحطها في الفريزر تجمد. وبعد ما تجمد بجيبها بقى خلاص افضيها واحطها في اكياس حسب الطبخه اللي انا هعملها. خلاص وبعد كده بطلعها احمرها، وبعد كده اعمل لها الصلصه بتاعتها واحطها فيها. بصوا انا صبعتها وحطيتها في الفريزر جمدت، وهبدا افضيها بقى في الكياس وهوريكم شكلها بعد ما افضيها. وبعد كده هنبقى نعمل فيديو تاني لتحضيرها ان شاء الله في رمضان باذن الله. خلاص
هجيب دلوقتي دي اهي، انا حطيتها اهوت، ودي على دي اهي كده اهو. هي جمدت بس بتطلع من بعض اهي، لان هي كده خدت فرصتها اهي في التجميد اهي، بتطلع بكل سهوله. يعني اهو انا لو سبتها 5 دقايق بس كده اهي بتطلع، ولا بقى بتتكسر ولا بيجرالها اي حاجه. خلاص هفضيها بقى في اكياس واحطها اشيلها في الفريزر واطلعها بقى ايه وقت الاستخدام. في ناس بتحمرها وتشيلها في الفريزر، لا بس لما بنطلعها بتبقى عامله زي السفنج، انما كده بطلعها بحمرها وهي متلجه كده بتديني نتيجه افضل. خلاص يلا بصوا اهو يا حبايب قلبي اهو، بعد ما جمدت اهي بصوا ابدا بقى احطها في اكياس كده بقى، ولا تتكسر ولا تتنى ولا تبوظ ولا يجرى لها اي حاجه. بصبعها وافردها على صواني بين كل طبقه وطبقه كيس بلاستيك زي ما شفتوا، واسيبها تجمد في الفريزر، وبعد كده اجيبها افضيها بقى في اكياس قد الاكله، او احطها على بعض وارجع اسحب منها ما بيحصلهاش اي حاجه. اهو بصوا اعملها بقى اكياس على قد كل وجبه. خلاص اطلع الكيس تبقى فكه من بعضيها اهي ما فيهاش اي حاجه. امشوا على الطريقه دي وانتوا هترتاحوا طول الشهر. خلاص اهو، وادي كمان اهو حطيت بقيه الكميه في كيس كبير اهي، ما نخافش مش هيجرى لها اي حاجه لان هي جامده اصلا. خلاص هشيلها بقى في الفريزر ونطلعها. ده زي ما اتفقت معاكم وجبات للمائده ان شاء الله في رمضان. هشيلها كده اهو، اربطها كويس واشيلها في الفريزر مش هيجرى لها اي حاجه. نطلعها نحمرها وننزلها في الصلصه بتاعتها. وادي المدوره اهي، وادي صوابع اهيت برضو لو عايزين نعملها كده او كده ما بيجرالهاش اي حاجه. يلا يا حبايب قلبي، يا رب اكون افدتكم بوصفه جديده او معلومه جديده. يلا انتظروني في فيديو جديد بوصفه جديده. يلا اسيبكم، دمتم في رعايه الله وامن. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.